مجلس الوزراء يوافق على زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين والمعاشات. إيقاف تصدير البصل. أهلا بكم. حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قرار بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به بمبلغ 300 جنيه لتصبح 600 جنيه شهريا، وكذا إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات قطاع العام وقطاع الأعمال العام المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه لتصبح 600 جنيه شهريا، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءا من أول أكتوبر 2023. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات الرئيس بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45,000 جنيه بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدود الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تمت الموافقة على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم أيضا على إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط أسعار الأسواق.